والفريق الذي يؤكد من جولة إلى أخرى سلسلة النتائج الإيجابية خارج دياره بقيادة الوجه الجديد للمنتخب الوطني سعيد بوشوك، والذي سنجده وراء هدف السابق لشباب باتنا أمام بطل الموسم الماضي أولمبي شلف. بالعودة إلى المباراة سجلنا هذه الفرصة الأولى للفريق المحلي بواسطة سجار الذي فعل الصعب وخاب أمله في التسجيل، وتلاه محمد مسعود بمخالفة لم تمر بعيدة عن مرمى الحارس البتني بابوش. وفي الدقيقة 19 أعلن بوشوك عن نفسه بهذه التوزيعة التي وجدت مرزقة برأسية عكسية منح الأفضلية للفريق الضيف. الفريق الضيف لم يكتفي بهدف التقدم، بل كاد إضافة الهدف الثاني بعد الانطلاق على الجهة اليسرى المراوغة داخل منطقة العملية ثم التسديد، لكن الحارس غانم تألق وأبعد الخطر. ورغم هذه المحاولة للعودة عن طريق سجار بمقصية عكسية إلا أنها لم تأتي بالجديد، لينتهي الشوط الأول بتقدم الزوار بهدف دون رد. في المرحلة الثانية أعلن الحكم فاروق ميال عن ضربة جزاء لأولمبي شلف نفذها محمد مسعود معدلا النتيجة في الدقيقة 60. الفريق الضيف رد سريعا بعد هذه الركنية المنفذة بإحكام، ولكن محمد زاوش من جانب أولمبي شلف أنقذ فريقه في آخر لحظة. وحاول الفريق المحلي بعد ذلك إضافة الهدف الثاني من دون جدوى أمام فريق يحسن التفاوض وضرب الأحكام على المهاجمين، فعاد بنقطة ثمينة في انتظار الفوز في المباراة القادمة. في الشوط الأول كنا قادرين